بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله باذن الله. روتين جديد كده ويوم جديد مع بعض ان شاء الله. هرد على اسئله سالتوها لي علشان في ناس زعلانه اني في اسئله اتاخرت عنكم، هرد عليها وان شاء الله نقضي الروتين كده مع بعض ان شاء الله يعجبكم. ده كده يوم الخميس ونقضي مع بعض روتين يوم الخميس مع بعض واجاوب كده على الأسئلة اللي عايزين ريفيو عن البوتاجاز بتاع فريش ان شاء الله بإذن الله هقول لكم النهاردة. وفي كده كام سؤال برضو جوهم ليا واتأخرت في الرد عليهم، حقكم عليا وان شاء الله هرد عليهم النهاردة. النهاردة كده زي ما انتم شايفين انا هحاول ادخل في الموضوع على طول. آه كنا طبعا الصبح انا هنا هاخد القهوة، وكنت جايبة تمر كده علشان ناخده قبل القهوة، بحيث ان احنا يعني ما ناخدش القهوة على الريق كده. وطبعا التمر حلو بيدي طاقة حلوة ومفيد لكل حاجة. ناخد 3 تمرات كده على السنة وان شاء الله يدونا ايه طاقة حلوة كده، ونبدأ يومنا ونشوف ورانا ايه. طبعا انا برحب بالمشتركات الجداد، اخواتي وحبايبي اللي دخلوا ونوروني وشرفوني، بشكركم جدا. ولو اول مره تتفرجي عليا اتمنى برضو تدوسي كده على كلمه اشتراك وتشرفيني وتنوريني في القناه وتستفيدي معانا. مبدئيا كده طيب انا هجاوب كده على سؤال برضو في الاول على الرخام. بالنسبه للرخام في حد يعني هي بتسالني بتقولي اعمل رخام اسود الجلاكسي ولا اللي هو لونه جراي اللي هو ده الرمادي ده، عشان هي قلقانه وخايفه من التجيير ان هو يكون بيجير يعني. بالنسبة لإن هو يكون بيجيّر، هُم الاتنين في الأول الأسود أول يعني أو الرخام عمومًا أول ما بتلمّعيه كده هو بيدّي لمعة. هو مش بيجيّر ولا حاجة الأسود، يعني أنا عندي الرخام بتاع المطبخ زي ما أنتم شايفين اللي هو الجراي، أنا مش عاملاه أسود، لكن الأسود أنا عندي بس اللي هي اللي قدّام باب الشقة دي لونها أسود. هو مش بيجيّر ولا حاجة، وبعدين باشوفه عند ناس كتيرة برضه يعني على اليوتيوب كده، مش بيجيّر ولا حاجة. هو بصراحة حلو وجميل مع التنضيف والتلميع يعني ما فيش مشكلة خالص. والرخام برضو الجري برضو حلو وجميل وعملي. هي الفكرة كلها انك انت بتجيبي اللي هو الجرانيت او اللي هو زي ده اسمه جرانيت، هو ده اللي بيتحمل الحرارة والبقع والكلام ده كله. وكمان هقولك على نوع حلو جدا. بس انا بس كنت حاطة بقى حبيت اوريكم كده. امبارح كانت حفلة التخرج بتاعت بنتي الصغيرة، وده الدرع اللي هي واخداه، فحبيت احطه لها هنا كده شوية في المكتبة بتاعت التلفزيون كده، شوية كده يعني ونشيله. طيب نرجع للرخام. الرخام لو انت عايزة تعملي على فكرة يعني احسن نوع وافضل نوع، انا مش عارفة انت عايزاه فاتح ولا غامق. انا بالنسبة لي كنت عايزاه فاتح اللي هو الابيض، وكنت طالبة اللي هو وايت فانتاستيك. النوع ده حلو جدا. ولكن هو اتلخبط ساعتها معرفش وليه بعت لي حاجة في الصورة وجاب لي ده. يعني طبعا هو اصلا يعني بيتعامل مع جوزي في الشغل وكده، فمن هنا والموضوع يعني كان بالنسبة لي أنا جه ضيق جدا جدا. هو بعتهولي في وقت ضيق جدا، هو قال لي خلاص هبدلهولك وارجعهولك. ولكن يعني مش عايزة أطول عليكم في الموضوع ده، حصل إن الوقت كان ضيق معايا ما ينفعش إن هو يرجع فتقبلته وخلاص. لكن لو عايزة لون فاتح طبعا في اللي هو الوايت فانتاستيك ده، في منه ألوان حلوة وأشكال حلوة جدا. هو مدي على أبيض شوية يعني. طبعا احنا اللي طالع دلوقتي كله اللي هو الكوارتز ده، فكلنا بنميل ليه اللي هو الأبيض الكوارتز. فعشان كده البديل بتاعه هو لكن الكوارتز انتوا عارفين ان هو بيبقع اوقات بيتأثر بالحرارة الكلام ده كله. البديل بتاعه اللي مضمون 100% اللي هو الوايت فانتاستيك. يعني اي حد يا جماعة بيعمل رخام بجد ان شاء الله بإذن الله يعني انصحه وان شاء الله يطلع حلو معاه. لأن إحنا كمان قبل ما ندوّر على الشكل يعني إحنا بنبقى عايزين الشكل حلو وكل حاجة، ولكن الحاجات اللي بتبقى مكلفة أوي دي نحاول نجيب حاجة عملية فيها. يعني الرخام إحنا عايزين حاجة بصراحة تتحمل الحرارة وتتحمل الخدشات والكلام ده كله. وبعد كده موضوع الشكل دوّة يعني تمام. فأنا عشان كده الوايت فانتاستيك هو كشكل وكخامة حلو يعني. يا رب أكون قدرت أفيدِك في موضوع الرخام. ولكن الأسود أنا على ما شُفت يعني باشوفه مع ناس كتير ما شاء الله اللهم بارك حلو ومش بيجيّر ولا أي حاجة يعني. وأهم حاجة طبعًا تكوني جايبة يعني جودة كويسة، خامة كويسة. المهم هنا نرجع للروتين بتاعنا زي ما أنتم ما شايفين كده. أنا في اليوم اللي قبليه بصراحة كانت حفلة التخرُّج زي ما قُلت لكم بتاعة بنتي، فكنت عاملة الشقة كده سريعًا، سريعًا عشان خرجنا وما صوّرتش يعني في اليوم ده. يعني ما عملتش حاجات أوي في البيت، فتاني يوم بقى قُلت إيه، لأ أنضّف بقى كده و أعمل لمّا مسحت البخار كده أنضّف الأرض. حاساها بقى خلاص بقى لها أسبوع تقريبًا من ساعة ما عملناها، من يوم السبت اللي فات برضه، مش اللي فات ده، من ساعة ما عملنا أو يوم الأربع اللي فات يعني.
ما عملنا تنضيفة اللي هي العميقة، من ساعتها ما عملتش الأرضيات خالص بصراحة، كانت نضيفة يعني. فقُلت النهارده كده أنضّفها بممسحة البخار زي ما أنتم شايفين كده، بالِم مثلًا الحروف بتاعة السجاد وأي مكان كده بانضّفه، بصراحة بتبقى جميلة جدًا وسهلة وسريعة، بتساعدني يعني في التنضيف بصراحة. ولمّعت الترابيزات كلّها ورجّعت كده كل حاجة مكانها وفتّحت الستاير شوية كده، الشمس دخلت ونوّرت البيت. زي ما أنتم شايفين كده كنت هنا خلّصت الreception وكمان هانضّف بقى أوضة البنات بعد كده، هاعمل لها برضه تنضيف حلو كده يعني. ده بالنسبة لي كان يعني الروتين بتاع يوم الخميس. أنا يوم الخميس باحب إن أنا يكون الروتين بتاعي خفيف، تنضيفي للبيت تنضيف خفيف، ولكن دي الكتب بقى بتاعة بنتي خلاص أنتم عرفتوا المكان بتاعها. ولكن برضه إن أنا برضه بابقى مرتبة الشقة كده، بحيث إن أنا بصراحة يوم الجمعة ما باعرفش أعمل حاجة، يوم الأجازة ده ما باعرفش أعمل فيه حاجة. فباحب أعملها كده تبقى مترتبة ومتروقة زي ما أنتم شايفين كده، ولكن برضه بتبقى حاجات خفيفة، ما باحبش يعني أضغط نفسي أوي يوم الخميس، أو باقول لكم أوقات جوزي يعني بييجي بدري، فباحب أكون مخلصة كل اللي ورايا بدري. خلصت بقى كده زي ما أنتم ما شايفين الreception هنا، وهادخل بعد كده على أوضة البنات. دي كانت أوضة بناتي الصغيرين، قُلت كده أدخل بقى أغيّر لهم فرش السراير وأنضّفها لهم تنضيفة حلوة كده. عشان كانت عايزة يعني المفروض الكلام ده بصراحة كنت أعمله يوم الأربع، بس أنا عشان خارجة للحفلة ما عملتش يعني بصراحة ما كنتش هالحق يعني. دي أوضة بناتي الصغيرين، فرتّبتها كده. أنا طبعًا لمّعت كل حاجة كل الكومودينو والسراير وكل حاجة والتسريحة بتاعتهم، رتّبت لهم كده كل حاجة، لكن طبعًا يعني خدت لكم كده مقاطع بسيطة يعني. في حد برضه بيسألني على المكنسة الصغيرة اللي أنا بانضّف بيها الأدرج بتاعة المطبخ، هو بيقول لي اسمها إيه؟ بُصّوا هي بصراحة مش ماركة يعني، مش حاجات اللي هي ماركة أوي، وحد بيقول لي كمان هي بكام، هي طبعًا ب150 جنيه، هي أونلاين يعني هتلاقوها على نون أو أمازون أو الكلام ده كلّه. فيعني هي مش ماركة يعني اسمها حتى مش عارفة والله عليها اسم والّا إيه، لإن أنا ما ركّزتش في الاسم ساعتها، أنا طلبت حاجة تقضّي الغرض معايا وخلاص، زي ما باقول لكم هي كانت ب150 جنيه، فطبعًا سعرها بسيط جدًا، جدًا. هنا بقى خلّيني أقول لكم أنا هنا كنت بانضّف الحيطان كده بتاعة الأوضة بالجهاز البخار، وقُلت برضه أقول لكم رأيي فيه. طبعًا هو بينضّف زي ما شُفتم كده، بينضّف وكل حاجة، ولكن في الحوائط خلّي بالكم ما يبقاش اعتمادكم الكلّي على تنضيف الحوائط بجهاز البخار. ليه بقى؟ علشان القطعة اللي هي السودا اللي بيبقى راكب فيها الفوطة البيضا دي، دي ممكن أوقات بتجرّح الحيطة. تمام. فأنا يعني ما حبيتش إن يبقى تنضيفي للحوائط بجهاز البخار إلا لو في بُقعة، يعني أنا في جزء تاني عملته كده برّه، لو في بُقعة مثلًا صعبة التنضيف، يعني مش هتطلع مثلًا لو عملت بفوطة عادية. بس دي اللي تعملي بيها بجهاز البخار، غير كده طبعًا هو شدة الحرارة بتاعته الكلام ده هيأثّر على لون الدهان بتاعِك، وهيعمل القطع السودا دي كمان باقول لكم هتجرّح الحيطة، فبلاش. يعني أنا باقول لِك لو هتعملي يعني حاجة بسيطة يعني حتى كده فيها بُقعة والّا حاجة مش عارفة تشيليها بالفوطة، ممكن بجهاز البخار بس مش أكتر من كده. تمام. خلّصت بقى كده حطيت لهم الفرش النضيف، وغيّرت الفرش طبعًا، ونضّفت الأرض كده زي ما شُفتم بالمكنسة العادية، وبعد كده برضه بممسحة البخار. الممسحة يعني بجد أنا باقول لكم في الأرض أدّيها يعني 10/10، ولو في أكتر من كده هادّيها. هي في الأرض حلوة جدًا، ليه بقى بتنضّف؟ ما يعني لو في بُقع بتشيلها من الأرض. آخر حاجة وأهم حاجة إن هي بتعقّم، يعني التعقيم ده حاجة طبعًا هو مهمة. فبصراحة حلوة جدًا يعني حاباها أوي في تنضيف الأرض كمان. حطيت برضه لهم الدفايات كده، علشان أوقات الجو برضه بيبرد بالليل يضغطوا بيها. أنا شِلت البطاطين خلاص بصراحة يعني، لمّا كانت المساعدة معايا هنا قُلت لها بقى نشيلهم بالمرّة، هي بقى بترفع السراير وكده، قُلت بالمرّة وهي هنا نشيلهم، وحطيت لهم دفايات كده يتغطوا بيها لو الجو بقى برد، ورجّعت بقى كده كل حاجة مكانها. فرشت السجادة. في حد كتب لي بقى والله يعني تسلم إيديها ربنا يخلّيها يا رب يجازيها كل خير، أنا كنت شاكة في الموضوع ده. هي بتقول لي بلاش تحطّي في الدرج اللي تحت الفرن فوط أو حاجات ورقية أو كده عشان الحرارة.
هو بصراحة أمّا بيسخنوا كنت باخاف يعني لو شغّلت الفرن وقت طويل بافتح كده الدرج شوية علشان باقلق، بس لقيت إن الحمد لله بصراحة ما فيش حاجة بتحصل. الأول أول ما يعني في الأول كده أحط إيديّا ألاقي الحاجة سخنة جدًا بعد كده يعني أنا لقيت إن الحمد لله ما فيش حاجة بتحصل، ولكن هي كلامها صح احتياطي يعني خلّيني أشيلهم من المكان دوّة وأحطهم في مكان تاني أفضل يعني. وكده الحمد لله كنت خلّصت كمان أوضة البنات. عايزة أقول لكم إن الروتين ده بصراحة يعني مش هياخد معاكِ ساعتين كده، مع إن في أوضة يعني عاملاها تنضيف يعتبر عميق. على فكرة برضه زي ما شُفتم كده أنا شدّيت الكومودينو والكلام ده كلّه وعملت تحته وغيّرنا الفرش وكل الكلام ده، فيعتبر كان تنضيف عميق للأوضة يعني. مع في حاجات تانية طبعًا عملتها. المهم عايزة آجي هنا الأول للبوتاجاز عشان حبيبة قلبي اللي كانت كاتبة لي من فترة review عن بوتاجاز فريش، وهي رجعت كتبت لي قالت لي كنت طالبة منِّك. معلش حقِّك عليّا بقى كنت نسيت، بس خلاص هاعمل لِك review بالتفصيل أهوّة خالص. أنا كنت بانضّفه هنا وقُلت أعمل معاكم الreview يعني طبعًا بالليل ما قدرتش إلا الحفلة كانت وقت طويل وجينا تعبانين، حتى ما عملتوش يعني بالليل. المهم قُلت أخلّيه بقى ونعمل مع بعض الreview كده. بتسألني كل اللي بيسأل عن بوتاجاز فريش، أنا هاقول رأيي وتجربتي الشخصية مع فريش وخدمة العملا بتاعة فريش والكلام ده كله. أنا أول ما حطيت البوتاجاز أولًا من قبل ما أحطه لمّا جيت أتواصل مع خدمة العملا عشان يركبوه، حصل موقف كده ما أعرفش إيه الموقف الغريب ده. هُم قالوا لي هناخد على تركيب الفرن 1000 جنيه وعلى تركيب البوتاجاز 1000 جنيه، 950 جنيه بالضبط أو 960 جنيه، يعني 1000 جنيه. قُلت لهم: "ليه؟ ده كتير جدًا يعني." قالوا لي: "لأ هو كده." طيب ماشي. المهم إن حد يتواصل معايا ما فيش حد. اتصلت تاني: "يا جماعة أنا طيب حاضر." وإن ما حد ييجي، أصلًا ما حدش جه. جيت بصراحة بعد كده ركّبته حد يعني اللي كان بيركّب لي السخانات هو اللي ركّب له، فالمهم دي أول نقطة مع خدمة العملا. تاني حاجة بقى لمّا جيت أستخدمه الstainless بتاعه بصراحة ما عجبنيش خالص، حسّيته كده مطفي. يعني مش هاقول إن هو هو مش هو مطفي. وكمان في الاستخدام بقى إن هو أصلًا لمّا بقيت بعد ما نقلته في مثلًا عندي عزومة والّا حاجة باشغّل البوتاجاز العيون الكبيرة وعلى نار عالية، حِلَل كبيرة يعني حاطة حِلَل كبيرة، فعمل لي إن لقيت إن الstainless بتاعه كمان تحسّوا اللي هو اتحرق. هو مش اتحرق حروق، يعني لو اتحرق هتنضّفي، لكن هو لونه نَفْسه اللي هو اصفَر كده. فعشان كده أنا عرفت إن الstainless بتاعه مش حلو خالص. بعد كده الإشعال بقى يفصل من العيون بتاعته. أتصل بخدمة العملا عايزة أقول لكم في مرّة سابوني أكتر من شهر علشان ييجوا، علشان حد ييجي لي عشان الإشعال كان فصل. ولمّا جه برضه قعد يعمل فيه شوية حاجات، المهم اشتغل شوية ورجع فصل تاني. العين اللي ورا دي مش الصغيرة اللي أنا باركبها اللي جنبيها. بُصّوا هنا باوريكم برضه دي علامة في الstainless جات أنا ما أعرفش هي من إيه. شكلها طبعًا مش حلو، ولكن هي جات فيه من إيه مش عارفة. طيب كمان يقول لك لمّا تيجي تنضّفيه ما تعمليش بأي سلكة خشنة، اللي هو الstainless ما تحطّيش عليه مَيّة. طب إزاي؟ إزاي دي المكان ده العين الكبيرة اللي باقول لكم حسّيتها اصفرّت من وراها كده لمّا شغّلت العين الكبيرة دي وحطّيت عليها حلّة كبيرة. ممكن يكون مش ظاهر في التصوير معاكم، ولكن هو عشان قريّب منّي فأنا شايفة. جات بعد كده العين دي رجعت اشتغلت بصراحة يعني الحمد لله. بعد ما أنا كنت خلاص أنا بصراحة بطّلت إن أنا أتصل إلا جُم ليها مرّتين 2 للإشعال. جُم مرّتين 2. المرّة التالتة دي فصلت وقُلت خلاص بقى أنا مش هاتصل، المعاملة بتاعتهم بصراحة سيئة وفين وفين على أمّا بييجوا. ما حبيتش بصراحة خالص. معلومة تانية عايزة أقولها لكم سواء بقى فريش أو غيره، الحوامل الزهر دي حاولوا وأنتم بتجيبوا بوتاجاز ما تجيبوش حوامل زهر. سيئة في التنضيف جدًا، يعني مُتعبة جدًا في التنضيف. ماشي. طيب ده بالنسبة للفُرن. هل مثلًا أو البوتاجاز، هاقول مثلًا ده عيب في البوتاجاز أو بوتاجاز طالع كده غلطة من عندهم؟ حتى الفُرن، يعني أنا بين الفُرن وبين البوتاجاز لمّا اشتريته الناس اللي معايا من بدري وبيتفرّجوا عليّا باستمرار هم عارفين إن أنا قُلت الفُرن، يعني أنا كنت أول ما اشتريت الشقة كنت باشتري حاجة في حاجة. فطبعًا اشتريت البوتاجاز وبعدين اشتريت الفُرن بعديها بفترة، يعني فترة كبيرة. فبرضه الفرن ما عجبنيش. الفرن أول ما شغّلته من أول مرّة لقيت القاعدة بتاعته من تحت من جوّه يعني اتنت، بقت مقوسة كده. فدي حاجة ما عجبتنيش فيه، إزاي يعني؟ فبرضه مش حلو. فمعنى كده إن الشركة كلّها على بعضها أنا بصراحة كنت جايبة زمان اللي خلّاني أجيب فريش وأعمل عنها review. كنت جايبة اللي هو المُبرِّد اللي هو بتاع المَيّة.
كان كويس وحلو جدًا وما شاء الله، الله أكبر يعني الحمد لله لحد دلوقتي عندي كويس جدًا. فاستغربت، فأنا عشان كده عملت review لمّا جيت أشتري البوتاجاز والحاجات دي، فعملت review عن فريش، أنا قُلت خلاص جرّبته في مُنتَج ده حلو. فللأسف هُم يعني جُم معايا أنا في البوتاجاز والفرن مش حلوين خالص. المهم عايزة أكمّل لكم برضه، المهم أقول لكم طَب الأول على البخور ده عشان برضه في حد سألني عليه وقالت لي: "أنتِ ما جاوبتيش عليَّ." البخور ده يعني بصراحة هو من السعودية، يعني أختي ربنا يخلّيها اللي جايباه، هو اسمه طيبة، زي ما أنتم شايفين، عشان هي بتقول لي هو منين وبكام. طبعًا ما مش عارفة بكام، طبعًا هو من السعودية، يعني هاقدر أقول لِك إن هو من السعودية، عايزة تاخديه مثلًا screenshot وحد يجيبه لِك تمام، يعني أنا قُلت أوريكِ العلبة كده. هو بصراحة ريحته جميلة جدًا، جدًا وحلو بصراحة، يعني أنا من عشاق البخور، وكل البخور اللي عندي ده من السعودية بصراحة. مش عارفة، أنا هنا ما باثقش في البخور بتاع هنا، أنا مش عارفة يعني ما بالاقيش زي ده هنا. لو اشتريته بالاقي ريحته مش عاجباني، يمكن في أماكن هنا في مصر أنا ما أعرفهاش، هو يعني أكيد في بس أنا ما أعرفهاش يعني. فمش عارفة، لكن هو هناك بصراحة بيبقى حلو أوي، فكانت أختي جايباه لي، وأوقات أصحابي مثلًا حد من أصحابنا في السعودية يجيب لنا. بس يعني ربنا يوفقهم ويسعدهم يا رب، كتر ألف خيرهم. ده كان روتين النهارده ويوم النهارده، بعد ما خلّصت بقى قُلت أعمل قهوة كده أشربها عشان أقعد أرتاح شوية، وأقوم أعمل الغدا بقى. أنا كده كنت قفّلت معاكم الروتين بتاع النهارده، وقُلت كفاية كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل أوي. بس عايزة أقول لكم قبل ما أقفل إن شركة الفريش لمّا قالت لي التركيب 1000 جنيه، فجيت بعديها حصل العطل في البوتاجاز، فأنا طبعًا إن الإشعال فصل وأنا متضايقة، يعني أنا عايزة إن الإشعال يشتغل، وهو كده هيقولوا لي ده خارج الضمان عشان مش إحنا اللي ركّبناه. فأنا عملت إيه بصراحة، أنا قُلت لأحسن بقى كده هيروح من الضمان، وده لسه في الأول ولمّا هو باظ من أول يوم. المهم اتصلت بيهم قُلت لهم كذا، 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 وأنتم قُلتوا لي التركيب كذا 1000 جنيه وما حدش سأل فيّا، وقُلت وصّلوني بالمدير ما حدش وصّلني. قالوا لي: "إزاي يا فندم ما حصلش الكلام ده؟" وطلّعوا في السجل عندهم سجل المكالمات إن ما فيش حد اتصل في اليوم ده. عملت لهم screenshot من تليفوني وبعته لهم على الواتس، لأ أهو أنا مكلماكم وأنتم مكلمينّي وحصل كذا، كذا، خدمة العملا ردّت عليّا وقالت لي: "إحنا عايزين 1000 جنيه على الحاجة." المهم بعتوا لي حد يعني، بس قالوا لأ إحنا ما بنركّبش بالمبلغ ده للأمانة يعني، عشان قُلت أقول لكم على كل حاجة. قالوا لي: "إحنا بنركّب تقريبًا ب300 أو ب400 وبيبقى من ضمنهم المنظم." قُلت له: "هي حتى ما قالتليش على موضوع المنظم ده." فطبعًا أنا حبيت أكون واثقة معاكم في كل حاجة حصلت معايا في موضوع البوتاجاز يعني. وعمومًا يعني شركة فريش عمومًا، فيا رب تكونوا استفدتوا. أنا بصراحة من ساعتها ما عنديش ثقة في فريش إن أنا أشتري حاجة تاني فريش، فربنا يستر وما أدخلش في التجربة دي تاني. بس كده أقول لكم مع السلامة، انتظروني فيديوهات جديدة وروتينات جديدة بإذن الله.